السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير ان شاء الله. مرحبا بكم معايا في القناه وفيديو جديد. الفيديو ديال اليوم ديال المعكازات، مبتدئات المعكازات. غنشوفوا فيه فخيضات ديال الدجاج في الفران بطريقه سهله جدا، وكيجيو شي حاجه اللي واو، كيجيو خطيرين. ما تنسونيش في الضغط على زر الاعجاب وتخليو لي كومونتير للتشجيع، واللي اول مره كيشوف القناه ديالي ما ينساش يضغط على زر الاشتراك باش يوصلوا كل جديد. بقاو معايا حتى الاخر ديال الفيديو ونبداو على بركه الله. خديت هنايا كيلو ديال الكويس ديال الدجاج، من بعد ما غسلتهم مزيان 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 وخليتهم حتى نشفوا. بالنسبه لي انا كنغسلهم في الاول بالملح والخل، وكنعاودهم كنعاودهم بالحامض، وكنرش عليهم سكينجبير. هذاك سكينجبير كينشفهم، هو اللي كيخليهم ينشفوا دغيا دغيا. من بعد كيف ما قلت لكم، من بعد ما غسلتهم مزيان وخليتهم حتى نشفوا، كناخذ موس وكنبدا كنفلح فيهم بحال هكا باش تدخل ليهم مزيان ديك العطريه اللي غنديرها فيهم. من بعد كيجيو غزالين وما كياخذوش الوقت بزاف، ودغيا كيوجدوا، ما فيهمش تماره كيف ما قلت لكم في الاول ديال الفيديو ديال المعكازات ديال بصح. نسيت ما قلت لكمش باللي المره الثانيه اللي كان المهم اللي كنغسل الفخوضات اللي عندي بالملحه والخل، كنخليهم يرقدوا شي 5 دقائق 10 دقائق، كنغسلهم وكنعاود ندير شويه ديال الماء عليهم، وكندير فيه كنرش عليهم سكينجبير، وكنعصر فيه الحامض، وكنخلي داك الطريفات ديال الحامض فيه، كنخلط كلشي وكنخليهم مده ديال تقريبا 10 دقائق. قد ما خليتهم قد ما مزيان. بعد ما كملتهم في كاملين فلحتهم، كناخذ هنايا 2 معالق كبار ديال الربيع مقطعين مزيان. هنا عندي الملحه، الابزار، سكينجبير، الخرقوم، شويه ديال التحميره والقزبر يابس، 3 دروس ديال الثومه محكوكين. انا كيحمقني نطيب بالقزبر يابس، كتجي واحد البنه اللي واو ما يمكنش. ونص حامضه مصيره اللي كنحاول هنايا نعصرها، وغناخد داك القلب ديالها حتى هو غادي نديرو معاهم. تبقى لينا خاويه، واكيد ما غنرميوهاش، غنحتفظوا بها جانبا، غنستعملوها من بعد. هنا نسيت ما قلتش لكم واحد الراس ديال معلقه صغيره ديال السمن. اللي ما كيعجبوش ما يديروش، ماشي مشكل، غير هو السمن كيجيب الدجاج زوين بزاف. خديت هنا نص كاس ديال زيت المائده العاديه، وغادي نحرك كلشي مزيان مزيان مزيان، ونحاول ندخل هذيك العطريه في الكويس اللي عندي. وإلا لاحظتوا انا كنتفادى المنسمات والعطريه المخلطه، كتباع مخلطه جاهزه. كنفضل انني نخدم بداكشي العادي اللي كنستعملو في الدار واليومي. من بعد ما شرملت الكويس مزيان، غناخد واحد الاناء اللي كيكون كيدخل الفرن. غناخد بصله كبيره وغنقطعها شرائح باش كنحاول نفرشها في داك المول اللي غندخلو الفران. وكنبدا كنقاد الكويس ديالي في المول اللي غيدخل الفران.
غادي ناخذ الترميله اللي بقات ليا وغنديرها فوق الدجاج. وإلا غتلاحظوا هنا ما غنديروا حتى شي نقطه ديال الماء، غنخليوه يطيب في الماء ديال البصله. بالنسبه لي انا خديت هنايا طوماط سوريز، اما بالنسبه لكم هي اللي زينت بها، اما بالنسبه لكم نتوما اللي بغى يدير شي خضره يديرها. كاين اللي كيبغي يفرش البصله لتحت وفوقها مطيشه، سيرتو اللي عنده وليدات صغار، ومن الفوق يدير فلفله، اي حاجه اللي بغى شي حاجه يديرها. غنقادها وغنكمل هاد الطوماط سوريز ديالي كامله. غطيت هنا بابي كويسون هو الاول، وعاودت بابي الومنيوم. غندخلها للفران على درجه حراره 200، غتاخذ مني تقريبا ساعه الا ربع حتى لساعه. غير كيطيب الدجاج ديالي كنحيد بابي الومنيوم وكنحيد بابي كويسون باش ينشف. وهكا غنكونوا هذه هي الصينيه ديال الدجاج ديالنا. كتجي واعره صراحه وسهله جدا وكتجي بنينه. انا خديت هنايا شويه ديال البطاطا اللي غسلتها وقطعتها وسلقتها وصوطيتها مع شويه ديال الثومه، شويه ديال الزبده، الملحه والابزار وشويه الربيع. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال اعجابكم، وما تنسونيش من الضغط على زر الاشتراك بالنسبه للناس الجداد والناس القدام. ما تنسونيش من لي جيم ديالكم ولي كومونتير. نتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله.